عاجل من الفيفا صدمة اتحاد العاصمة الجزائري وعملها نهضة البركان، وقرار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية، والجزائر ستدعم الزمالك. وانا بقول لكم من دلوقتي كل جمهور الكرة الجزائرية في ظهر نادي الزمالك في نهائي البطولة الكونفدرالية. اتمنى من قلبي الفيديو ده يوصل للمغرب ويوصل للجزائر، واثبت حضورك بلايك، ولو اول مره تتابعنا فانا محمد عبد العال او مادو، يا ريت تعمل متابعه حالا وتشير الفيديو ده في كل مكان في كل جروبات الكره الجزائريه بالاخص. طبعا اتحاد العاصمه، جروبات فريق اتحاد العاصمه، والموضوع يهم ايضا طبعا جمهور الزمالك وجمهور الكره العربيه والمصريه بالاجمع، فكله يثبت حضوره حالا بلايك. وصل الفيديو ده ل 10000 لايك، واكتب عاش الزمالك، واكتب الكونفدراليه يا زمالك، واكتب افريقيا يا زمالك، وقول لي جمهور الجزائر هيشجع الزمالك ولا لا عشان نجيب الحق من نهضة البركان. طبعا كل الاحترام، كلها كورة، لكن ايه اللي حصل يا عم ماضو؟ حالا اقول لحضراتكم. من كام يوم اتحاد العاصمة عمل طعن. بص انا هجيب لك القصة كلها كده، وايه اللي حصل. الماتش اللي اتلغى بين اتحاد العاصمة ونهضة البركان في ملعب 5 جوليا بالجزائر في نصف في اللي هو نهائي الكونفدرالية. وطبعا فريق نهضة البركان ما لعبش عشان موضوع الخريطة والتيشيرتات والكلام اللي حصلت، وان السلطات الجزائرية منعت التيشيرتات، بالرغم من السلطات الجزائرية والناس في الجزائر اكدوا ان هم حصل موافقة بين الفيفا وبين او بين الاتحاد الافريقي وبين الفريق الجزائري. واللي حصل كان حجة بين نادي النهضة ونادي، وطبعا ونادي اللي هو في اللقاء يعني بين نادي النهضة وبين نادي اتحاد العاصمة. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالى اقول لحضرتك حالا ايه اللي حصل. النهارده بقى خلاص بشكل رسمي فهمي نصبي مفيش تأجيل للقاء بتاع النهائي. طبعا كان بدأوا ان هم يطالبوا الاخوة الجزائريين تأجيل اللقاء، والنهارده بشكل رسمي رفضت المحكمة الرياضية الدولية بلوزان اليوم الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم واتحاد العاصمة فريق الجزائري طبعا اللي هو اتحاد العاصمة بشأن الطعن على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم صادر يوم 30 ابريل، اللي هو كان القرار بخسارة الفريق الجزائري ذهاب وإياب 3-0، وتأهل نهضة البركان المغربي إلى المباراة النهائية أمام الزمالك اللي هتلعب خلاص يوم الأحد القادم 12، والعودة يوم 19 في القاهرة. فبشكل رسمي خلص الموضوع واتقفلت الصفحة. اتقفلت الصفحة. الفريق الجزائري اتظلم، انا شايفه كواحد مصري محايد بين الاخوة في المغرب وبين الاخوة في الجزائر وبحب الاتنين. انا بقول لحضراتكم الفريق المغربي ظلم، او مش الفريق المغربي، الفريق الجزائري ظلم من الكاف. ليه ظلم من الكاف؟ لان كان اقصى شيء ممكن يحصل ان الماتش مثلا يتنقل يتلعب بره الجزائر في وقت لاحق، ان يحصل حاجة كده يحصل حاجة كده، لكن خلاص زي ما بقول لحضراتكم راحت على الفريق الجزائري، وفرص اتحاد العاصمة انتهت من الموضوع، وموضوع تأجيل نهائي الكونفدرالية اتنهى، وكان في امال لاتحاد العاصمة بتأجيل النهائي لحين عرض او بث الموضوع نهائيا. لكن خلاص كده النهائي زملكاوي مغربي، النهائي بين فريق الزمالك وفريق نهضة البركان. طبعا فريق نهضة البركان بيحاول ان هو يعامل الزمالك احسن معاملة، استقبال احسن استقبال، الدنيا احسن دنيا هناك. ليه؟ علشان الصفقة اللي حاصلة بين نادي اتحاد العاصمة وبين نادي نهضة البركان. لكن احنا كزمالك احنا عايزين البطولة دي، وهنجيب البطولة دي، وهناخد البطولة دي ان شاء الله. اكيد 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 مما لا شك فيه كل الجمهور الجزائري هيدعم نادي الزمالك في النهائي. ليه؟ لان نهضة البركان لا يستحق الصعود للنهائي بالطريقة دي. يعني الزمالك علشان يصعد للنهائي لعب ذهاب وعودة وتعب وشقي واجتهد، وجمهور في القاهرة كان قد كده حاضر، وبعد كده في العودة كانت صعبة وكسبنا 3-0. نهضة البركان ما عملش حاجة غير لبس عليها خريطة. هل بقى نهضة البركان هيجي لنا لابس الهرم فيكسب؟ هل نهضة البركان هيجي لنا حاطط ابو الهول؟ لا، محدش يعرف ياخد مننا ابو الهول ولا الهرم ولا اي حاجة. وان شاء الله باذن الله النهائي يكون زملكاوي. اهم حاجة يكون في فير بلاي بين الفريقين، ما يبقاش في مجاملات بالتحكيم لاي فريق، وما يبقاش في مشكلة. الناس بتقول لي مين السبب؟ ابو شاذة المصري بيقول السلطات الجزائرية هي السبب.
مودو جميل، اقسم بالله بعشقك من عشق الزمالك اجدع خلق الله انت. شكرا يا استاذ محمود احمد ابو اسماعيل على دماغي من فوق. يا مادو كل الجزائر بتحبك، تحياتي ليك يا ايه وهران. ماشي يا محمود يا وهران، تحياتي ليك يا محمود يا وهران، ليك ولكل اهل الجزائر. ونشوف كده التعليقات كمان. اتحاد عاصمه اقوى من نهضه بركان وائل دعبس، ده اكيد اكيد، والفرق كان باين في البطوله وفي المستويات اللي كانت بتقدم في البطوله، وبفوزهم في السوبر على الاهلي وتفاصيل كتيره جدا. مادو الجدع تحياتي من اسوان، ان شاء الله الزمالك يكسب باذن الله ان شاء الله يا مصطفى يا سيد. انا عايز يا جماعه الفيديو ده يوصل لكل اخواتنا في الجزائر، وبطمنكم حقكم مش هيروح. لو انتوا خرجتوا من البطوله وخرجتوا بطريقه مش طيبه، الزمالك هيرجع حقكم ان شاء الله باذن الله، الزمالك يفوز بالبطوله. بس كلنا كده نبقى واثقين في ده. تمام تمام حبيب اخوك يا ماضو، احلى زملكاوي محترم. شكرا يا استاذ امير ابو حازم. يا رب فوز الزمالك يا رب يا استاذ مصطفى زكي. ماضو الزمالك هيكسب ان شاء الله، وشك حلو الله يخليك يا احمد يا عمده. الزمالك تحيه من الجزائر، ايوه كده طمنونا الفيديو وصل للجزائر، عايز كل شعب الجزائر في الفيديو ده. خالد ربيح الزمالك تحيه من الجزائر، تحياتي ليك على راسي. على فكره بحترمك، شكرا يا استاذ امام على راسي. من مصلحه الزمالك انه يلاعب نهضه البركان يا وائل يا دعبس، من مصلحه الزمالك ان هو يلاعب اسمنت اسيوط، لكن مش معنى كده ان انا اقصي حد بطريقه فيها ظلم علشان ابقى بكسب. احنا في الزمالك اللي بيميزنا ايه؟ ان انا مش بلعب علشان الاعب الخصم السهل فاكسب، انا بلعب بشرف فاكسب. هي دي النقطه اللي انا عايز اقول عليها بس كده. المشكله ان هم مريحين بدني كتير عننا بالظبط يا عمر، مفيش فير بلاي بالنسبه لي، مفيش فير بلاي. وكمان عندهم في مجاملات تحكيم لنهضه بركان ملحوظه، وكل الناس واخدين بالهم منها. فانا مش عارف بصراحه الموضوع هيرسى على ايه. ان شاء الله هنكسب رايح جاي يا ماندو، وافتكر الكومنت ده يا بابا المجال. يا رب يا ماندو يا اخويا، يا رب يا ماندو عقاد يا حبيبي. ايه يا ابو المجال، نسيت زوم السمك ولا ايه؟ مش فاهم يا محمد يا ممدوح، يعني ايه زوم السمك دي؟ يعني ايه زوم السمك بجد؟ فكرني. عاش الزمالك من السعوديه، تحياتي ليك يا خالد حبيبي يا مادو. ان شاء الله الزمالك البطل يا رب. مصطفى ربيع انا وبنتي بنتابعك قوي والله. هنا بنتي ده امام، تحياتي ليك ولبنتك ربنا يحفظها ويبارك فيها. صاحب المصداقيه الشفافيه والنزاهه، انا اتمنى اشوفك في قناه الزمالك. محمود شكرا يا استاذ محمود على راسي. انا زعلان بكتب لك كتير ومش بترد يا استاذ كريم يا محمد، او انا رديت حقك عليا. ان شاء الله 3-0. تتوقعوا كام وتتمنوا كام؟ انا عايز كل جمهور الجزائر يوريني دعمه لنادي الزمالك، وبقول لكم هناخد حقكم علشان انتوا اخواتنا وبنحبكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا اتحاد العاصمه حقكم هيرجع، لان انا شايف ان انتوا اتظلمتوا، مع حبي وتقديري لاخواتنا في المغرب، لكن كان في ظلم في الموضوع ده. تحياتي ليكم. انت بابا المجال وعدني بعزومة سمك. محمود انا يا باشا عناية ليك، بس انا مش فاكر وعدتك فين بعزومة سمك دي، بس عناية ليك عناية ليك يا باشا. بس احنا دلوقتي مقاطعين السمك. مقاطعين ولا مش مقاطعين؟ مقاطعين السمك لغايه ما يرخص. الماتش لحد ان شاء الله بعد بكره. ابشر يا غالي. جلود حميده تحياتي ليك يا جلود، ان شاء الله خير. سلام يا اخي. دين بركان ده انا نجيب، تحياتي لجمهور نهضه بركان برضو اللي جه. احنا يا جماعه اخوات واصحاب وحبايب، لكن انا اتمنى طبعا فوز الزمالك. وشكرا ليكم لاستقبالكم الطيب لنادي الزمالك. لازم برضو نقول كلمه الحق، استقبال محترم جدا جدا من نهضه بركان ومن رئيس نادي نهضه بركان اللي استقبل البعثه بشكل محترم جدا جدا. وقابل كابتن حسين لبيب والبعثه وكلامه المحترم. فتحياتي لاستاذ حكيم بن عبد الله رئيس نادي نهضه بركان لاستقباله نادي الزمالك، لكن ده ما يمنعش ان في مشكله حصلت من كبيره بالنسبه لي. في نهايه الفيديو اوعى تنسى تكون عملت لايك ومتابعه، ويا ريت تنضم لليوتيوب من خلال اللينك اللي قدامك ده. شكرا ليكم. وصل الفيديو ده ل 10000 لايك. وشكرا لاهل الجزائر وشكرا لاهل المغرب وشكرا، ربنا يجمعنا كلها بالخير. لكن ان شاء الله باذن الله الزمالك يكون بطل الكونفدراليه. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.